في قرية صغيرة عند أطراف الصحراء كان يعيش فتى يدعى سليم. اشتهر سليم بصفاء قلبه، لكن كان يشغل باله سؤال واحد: لماذا أشعر أحيانا بأن قلبي مظلم رغم أني أصلي وأتصدق؟ كان يذهب إلى المسجد كل يوم، يجلس في آخر الصفوف ويطيل النظر إلى قنديل قديم معلق في السقف. كان القنديل يظل مضيئا دائما حتى في الليل والنهار رغم أن زيته قليل. ذات مساء سأل سليم الشيخ: يا شيخ، لماذا هذا القنديل لا ينطفئ؟ هل أحد يشعل ناره كل يوم؟ ابتسم الشيخ وقال: لا يا بني، هذا القنديل له سره، لكنه يشبه سر القلب تماما. جلس سليم بالقرب من الشيخ وكأنه طفل ينتظر قصة. قال الشيخ بهدوء: القلب يا سليم لا يضيئه كثرة الأعمال فقط، بل يضيئه الإخلاص. قد تصلي 1000 صلاة، لكن إن لم يكن فيها صدق مع الله تبقى مثل فتيل بلا زيت. سكت الشيخ قليلا ثم أشار للقنديل: هذا القنديل يضع الناس له زيتا قليلا كل يوم، لكنه يبقى مضيئا لأن من وضعه فعل ذلك محبة لله. فبارك الله فيه. اهتز قلب سليم للكلمات وقال: وكيف أعرف أن عملي مخلص؟ أجابه الشيخ: إذا فرحت أن الله يراك أكثر مما يراك الناس، فحينها تعلم أن القلب قد أضاء. في تلك الليلة عاد سليم إلى منزله وصلى ركعتين لم يخبر بهما أحدا، لا أمه ولا إخوته ولا حتى الشيخ. وبينما كان يسجد شعر بشيء مختلف، شعور دافئ، كأن نورا خفيفا قد اشتعل داخل صدره. ومنذ ذلك اليوم صار الناس يرونه مبتسما دائما، ولم يكن يهمه هل رآه الناس يعبد أم لم يروه، فقد عرف سر النور الذي لا ينطفئ. العبرة: الأعمال تقبل بالإخلاص لا بالكثرة. سر النور في القلب هو أن يكون عملك لله وحده. الطمأنينة هدية لمن صدق نيته مع الله.